يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. وقال الإمام الحافظ أبو زرع الرازي وقد سئل عمن يطعن في الصحابة رضي الله عنهم فقال زنديق من الزنادقة، زنديق من الزنادقة. قال وذلك أن القرآن حق وأن السنة حق، وهؤلاء أي الصحابة هم شهودنا وعدولنا الذين نقلوا لنا دين الله سبحانه وتعالى، فالطعن فيهم طعن في دين الله وطعن في رسول الله. أن ارتضى أن يصاحب أقواما هم كفار أو ملعونون أو غير ذلك مما يتلفظ الشانئون لهم في حقهم. فقال زنادقة من فعل ذلك. وهكذا يقول الأوزاعي رحمه الله لبقية بن الوليد: يا بقية لا تذكر صحب محمد عليه الصلاة والسلام إلا بخير. يا بقية إن العلم ما جاء عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء عن غيرهم فليس بعلم. ونقل العلامة قاضي قضاة اليمن علامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي عليه الصلاة والسلام، نقل إجماع بيت النبوة من 12 وجها على حرمة سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نقل إجماع أهل البيت من 12 وجها على حرمة سب الصحابة رضي الله عنهم، وما جرى بينهم من نزاع أو خلاف فإنه حصل ذلك منهم عن اجتهاد، كما قال القائل: وما جرى من الخلاف بينهم فهو اجتهاد فيه شادوا دينهم. شادوا أي لم يهدموا دينهم، فهو اختلاف فهو اجتهاد فيه شادوا دينهم. أقلت جماجمكم من الألباب تمشون في درب الضلال معتب قد أخفيت عثراته بضباب.